خلصنا الحلقة الأولى وهنخش في الحلقة التانية النهاردة، وهنتكلم عن نقطة تعريف الموظفين بتوع الوحدة لدكتور عاطف. المشهد دوت ظهر فيه تركاية حلوة جدا. التركاية دي شبابية، فيها روح الفاني، فيها روح المسلسل نفسه لأنه مسلسل كوميدي. فهم هنا حبوا يبينوا الموظفين بطريقة غير تقليدية شوية، يعني اهتموا بأن كل حد يكون متخصص في المجال بتاعه، يكون ظاهر بالزي بتاعه. هنا اللي بيتم هي حاجة مقاربة شوية لتكنيك الجامب كات، ولكن بيبقى المعنى منها مختلف. الجامب كات أنا ممكن أعمله على شخص واحد بس، ببين خطوات كتير بيعملها، لكن هنا أنا برضو بثبت الكاميرا وبرضو بحذف المشاهد اللي أنا مش عايزها ما بين ان الشخص ده مشى والشخص التاني جه واقف مكانه، ولكن انا براعي ان لازم يكون في علامه محطوطه بحيث ان الشخص يكون واقف في نفس مكان الشخص اللي مشى. يعني مثلا زي ما انتم شايفين انا في المكان دوت واقف في منتصف الكادر بالظبط، كل جسمي ظاهر وباين ان انا لابس لبس معين. انا عايز ابدل اللبس ده واجي في نفس المكان ده تاني في نفس الوقفه اتصور بشكل تاني. يعني هنا في الكادر الاول انا عايز ابين اللي انا كنت لابس بنطلون جينز وكوتشي ابيض وتيشيرت اسود. جيت هنا في المشهد التاني انا عايز ابين اللي انا لابس تيشيرت اورنج على بنطلون اسود وكوتشي كحلي. طبعا اي كلام في اي كلام، مش مشكله الالوان خالص، ولكن انا عايز ابين ان انا بطلع من كادر في كادر تاني في نفس المكان زي ما احنا متعودين. هنخش على التايم لاين بتاعنا، هنقطع المسافه اللي انا رحت بدلت فيها اللبس ورجعت تاني وقفت نفس الوقفه، هنقطعها هنختزلها من المشهد، مش عايزينها. وبعد كده هنحط المشهد التاني. زي مثلا احنا عندنا كذا شخص مش شخص واحد، بنعلم علامه المكان تمام، ونروح بعد كده الشخص التاني هيجي يقف في نفس المكان، وبعد كده هيمشي، هيجي الشخص التالت هيقف في نفس المكان برضه، وهكذا، والعمليه تستمر. اهم حاجه الكاميرا تكون ثابته ما تتحركش نهائي، وكمان تكون معلم المكان اللي انت هتقف فيه لو انت شخص واحد. لكن لو مجموعه لشخص لمجموعه فمش هتفرق، انت ممكن توظف المجموعه بعد شخص تاني وبعد كده ترجع لشخص تاني. فالموضوع الكتره اللي هتحصل في الناس هتخلي الاختلاف بتاع المكان مش متلاحظ لو انت جبت شخص وبعدين مجموعه وبعدين رجعت شخص تاني. انا عشان ما عنديش مجموعه ناس كتير هعملها لكم بشكل حلو يبين المعنى او يبين نفس المشهد بالظبط اتعمل ازاي. تعالوا بينا نتفرج. كده نكون عرفنا المشهد ده اتعمل ازاي. في نقطة برضو مهمة جدا وافكركم بيها تاني، لو انتوا معرفتوش نقطة تحول المسلسل اتبنت على ايه، فاحنا اتكلمنا عن النقطة دي تحديدا في التركاية الخامسة. هتلاقوا الفيديو بتاعه صغير هنا، ممكن تروح تتفرج عليها وتكمل بقية السلسلة لو حابب تعرف بقية التركات اللي اتكلمنا عنها. او لو انت على الفيسبوك هتلاقي اللينك في تاني كومنت.